قبل ما نحكي القصة دي، خليك عارف ان في ناس بتصحى كل يوم وتلبس وش مش شبهها علشان تعرف تكمل. القصة دي مش عن شخص ضعيف، ده عن شخص فضل قوي لدرجة ان محدش لاحظ انه بيتكسر. لو حسيت ان الكلام جاي عليك شوية ما تمشيش، يمكن علشان ده وقتك. الرسالة دي وصلتلي من حد معرفوش، بس حسيت ان اعرفه من زمن قوي. يلا بينا. الشخص بعته بيقول: انا 35 سنة ومتجوز وعندي ولد، ولو شفتني في الشارع عمرك ما هتاخد بالك مني، لا ملفت ولا مميز، ولا حد هيقول عليك ده اكيد عنده حكاية. بس الحقيقة ان جوايا حكايات ما اتحكتش. كل يوم بصحى قبل المنبه بدقايق، مش علشان نشيط، علشان دماغي ما بتعرفش تهدى. افضل قاعد على السرير وباصص في السقف وبسأل نفسي سؤال واحد: والنهاردة همثل دور مين؟ بيقول في الشغل انا الشخص اللي ما بيقولش لا. شيل شغل زيادة، حاضر. استحمل ضغط، حاضر. ابتسم، حاضر. كنت فاكر انهم هيقدروا، بس اللي حصل انهم اتعودوا، واللي بيتعود ما يفتكرش يشكر. برجع البيت متأخر، مراتي مستنياني، بس هي مش مستنياني بفرحة، مستنياني بزعل ساكت. قالت لي مرة بهدوء وجعني اكتر من العصبية: انت بقيت موجود بس مش حاضر. الكلمة دي كسرتني، بس ما قدرتش ارد عليها. حاولت اضحك واغير الموضوع، بس الكلمة فضلت معلقة في الهوا. ابني بقى لما بيحب يحكي حاجة بيروح لأمه الأول، ما بيجيليش، مش علشان أنا وحش، بس علشان أنا دايما تعبان، وحتى وأنا ساكت برضو تعبان. وبيقول في يوم وأنا مروح واقف في زحمة الكلاكسات حواليا، الهوا مخنوق والشمس كانت بتغيب، حسيت فجأة ان صدري اتقفل ونفسي بقى قصير وايدي بقت بتترعش. ركنت العربية على جنب وقفلت الراديو وفضلت ساكت. وساعتها افتكرت مرة حد قالها لي الكلمة دي وانا صغير، قالي انت راجل شيل. كنت ساعتها صغير واتبسطت بالكلمة وحسيت اني مهم، بس محدش قالي ان الشيل مع الوقت بيكسر الظهر حتى لو مش باين. انا متعلمتش اطلب مساعدة من حد، ولا اقول اني تايه، ولا بعترف اني ضعيف. اتعلمت اعدي وافضل ساكت واضحك وسط الناس واهزر وارجع البيت واقفل على نفسي. اكتر حاجة وجعتني اني لما حاولت اتكلم مرة حد رد وقال ما كلنا تعبانين. من اللحظة دي قررت اسكت، مش علشان انا تمام، بس علشان تعبت من اني اشرح. بيقول الرسالة دي مش علشان شفقة ولا علشان حل، انا بس حابب اقول ان في ناس كتير عايشة كده ومحدش شايفها، علشان هي نفسها متعودة تختفي. وفي اخر الرسالة كتب: لو كنت قريت الكلام ده من سنتين يمكن كنت لحقت نفسي بدري شوية. هنبعت له رسالة ونقول له مش كل اللي ساكت قوي، مش كل اللي ضحكته عالية مرتاح، في ناس محتاجة تتسأل مش تتنصح. لو حسيت انك تعبان ما تنساش توصل لاخر طاقتك علشان تعترف. المكان ده معمول للناس اللي اتعودت تسكت. لو القصة دي لمستك تابع القناة، يمكن قصة جاية تخليك تحس انك مش لوحدك. يمكن الكلام ما بيحلش كل حاجة، بس اكيد اخف من السكوت. انت ساكت علشان قوي ولا ساكت علشان ما بقاش عندك طاقة تشرح؟ اكتب، يمكن كلامك يكون سبب ان حد تاني ما يسكتش لوحده. مع السلامة.